28 مليار دولار هي حجم الفلوس الموجودة حوالينا بسبب التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط. طب ازاي بقى نقدر ناخد من الحب كام؟ انا احمد عادل ودي حكايات بزنس. تسالني بقى وتقول لي يا ابو حميد هو نصيب مصر من الموضوع ده كام؟ بقول لك انها 3 مليار دولار. نسمع بقى الرقم ده ونعديه عادي؟ ما يصحش طبعا. وده اللي قاله محمد عزت، اشتغل في التجاره الالكترونيه وكان شاطر فيها جدا. بس زي كل حاجه في الدنيا دي فيها خازوق، والخازوق اللي قابل محمد عزت في التجاره الالكترونيه هو الشحن. هنا بقى محمد يشوف المشكله ويسكت، يشوفها ويقول ما شفتش؟ لا طبعا. دي بقى كانت بدايه بوست على ايد محمد عزت وعمرو واحمد صحابه، في الاساس شركه سوفت وير ديفلوبمنت بس في الشحن. يعني انا كبوست هدفي ان انا احسن الشحن بس عن طريق التكنولوجيا. وفعلا محمد عزت واصحابه نجحت شركتهم وبقت بتحل 4 مشاكل للشحن في مصر. يا عم مشاكل ايه بس؟ قول لي طلعوا بكم الموضوع ده؟ ما تبقاش اهوج بقى واسمع وانا هقول لك في الاخر. المشكله الاولى انك مش بتعرف تتراك الشحنه بتاعتك. عمل ابلكيشن للمستخدم يقدر يتتبع فيه الشحنه بتاعته من اول ما تطلع لحد ما يستخدمها. تاني مشكله وهي ان الشحنه ملهاش ميعاد محدد للاستلام. حلوها عن طريق ان هم يستحوذوا